تخيل تكون في المدرسة وسط حصة مملة وفجأة زميلك اللي كان قاعد جنبك من شوية بيقوم وهو عينه فاضية وبيبدأ ياكل في كل اللي جنبه. مفيش مفر ولا في انترنت ولا في حتى مساعدة من بره، انتوا بس محاصرين جوه الفصل وقدامكم خيارين، يا اما تقاتلوا يا اما تتحولوا. وده اللي هنشوفه لما بيبدأ مسلسلنا مع واحد اسمه مايكل وبيكون ماسك ولد اسمه جين وبيضربه، وبيجي غوي صاحب مايكل وبيكونوا عاملين جروب وبيفضلوا يتنمروا على اي حد. وبالمناسبة الشباب دي في مرحلة ثانوي ولسه بيدرسوا وبيفضلوا يتنمروا على جين كتير ويضربوا فيه، وبيكونوا بيعملوا فيه كده لانه راح اشتكاهم لمدير المدرسة لان دي مش اول مرة يضربوا فيها. وبعد كده بيحصل حاجة غريبة في جين بعد ما اتضرب منهم، وهو انه بيتحول لوحش وبيقوم يحاول يضرب فيهم ويدافع عن نفسه، ولكنه بيجري مرة واحدة وبيقع من الدور الرابع وما بيكونش فارق معاهم اذا كان مات ولا لا، لانهم مجموعة مش كويسة وسلوكهم عدواني في المدرسة. وبنتعرف بعدها على راجل اسمه ليه وبيكون والد جين، وبيروح عشان يطمن على ابنه وبيحاول يدخل من غير ما حد يشوفه. ولما بيدخل بيفضل جين يتأسف لباباه وبيقول له انه عايز يقتلهم عشان اللي عملوه فيه. والغريب هنا ان جين لسه عايش بعد ما وقع من الدور الرابع. وفجأة بيحصل حاجة غريبة، وهي ان جين بيكون عاوز يعض والده، فبيروح ليه يجيب كتاب عشان يضرب ابنه بيه، وبيتأسف له قبل ما يعمل كده وبيقول له انه بيحبه وبيفضل يضربه لحد ما بيقدر يسيطر عليه. وبعد كده ليه بياخد ابنه جين في شنطة سفر وبيهربه من المستشفى، وكل ده ومش فاهمين ايه اللي بيحصل وليه ليه بيعمل كده. وبيفضل جين يعمل تصرفات غريبة جدا جوه الشنطة. المهم بعدها بنروح لمدرسة هيوسان الثانوية واللي كان جين فيها وليه بابا شغال فيها مدرس علوم، وبنشوف ان المدرسة دي فيها نشاطات كتيرة جدا للطلبة. وبنتعرف على بنت اسمها هيون بتكون نايمة في الفصل واصحابها بيسيبوها وبينزلوا لوقت البريك عشان ياكلوا، ولما بتصحى مش بتلاقيهم وبتتضايق وبتكون نازله لهم لكنها بتسمع صوت تخبيط في اوضه العلوم. ولما بتبص ما بتلاقيش حد جوه، فبتدخل بتلاقي صندوق صغير متغطي، ولما بتفتحه بيكون جواه فار وحالته غريبه جدا وعينه لونها احمر وبيبان عليه انه مش طبيعي خالص. فبتحاول انها تلعب معاه من فتحه صغيره في الصندوق، ولكن للاسف الفار ده بيعضها وبيتحول بعدها وبيفضل يعمل حركات غريبه وكانه كده عاوز ياكلها. والبنت بتتعور وصابعها بينزف، وبيدخل المدرس ليه وبيشوفها، ولما بيسألها بتعملي ايه هنا بتقول له ولا حاجة وبتمشي. وطبعا ليه بيشوف الدم على الارض، ولما بتكون هيون طالعة بره بيمسكها ليه وكأنه بيخطفها. وبنشوف بعدها ولد اسمه تشانج وهو ماشي مع صاحبه مارك، وبيكونوا بيتكلموا على المطعم بتاع والدة تشانج، وبيقول له مارك ان والدته نزلت اسم المطعم خلاص. فبيتضايق تشانج شوية عشان ما كانش حابب والدته تنزل اسم المطعم على اسمه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح تشانج للمطعم ومعاه اصحابه، واللي منهم اون ودي البنت اللي بيكون معجب بيها وبيحبها من وهم صغيرين وساكنين جنب بعض، وساك صاحبتها ومارك صاحب تشانج، وبيكونوا كلهم مبسوطين من اكل والدة تشانج جدا وبيحبوه. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيجيبوا سيرة مدرس العلوم ليه، وبيقولوا انه دايما بيطلع منه ريحة جثة معفنة وبيتصرف تصرفات غريبة من بعد ما فقد ابنه. وبتقول لهم اون ان ابن المدرس اتعرض لتنمر كبير قوي من مجموعة شباب في المدرسة. وبتكمل كلام على مدرس العلوم ليه وبتقول لهم ان من ضمن تصرفاته الغريبة انه في مرة كان بيشرح في الفصل ومرة واحدة بيسيب الفصل وبيخرج، وبيعرفوا انه عبقري من قبل ما يجي المدرسة. وبتتريق ساك وبتقول ان العباقرة دايما بيتجننوا، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية وبيخلصوا اكل وبيمشوا. وبتكون اون شايلة مشاعر اعجاب بتشانج وبتكرر تسأله عن رأيه في شعرها، بس بيرد عليها بكل استهزاء وسخرية وبيمشي لانه بيكون عنده امتحان. فبتتضايق اون وبتمشي. وتاني يوم بنعرف ان والد اون اللي اسمه سام شغال في الاسعاف، وبتفطر اون معاه وبتمشي بسرعة عشان تقابل تشانج عشان يروحوا للمدرسة مع بعض. ودايما بيلعبوا لعبة عشان واحد منهم يشيل الشنط بتاعتهم للمدرسة، وللأسف المرة دي اون هي اللي بتخسر وبتشيلها. وبيكون كل الطلاب الصبح بتجري عشان تلحق المدرسة عشان اللي بيتأخر بيتكتب اسمه في قائمة المشاغبين. وبنشوف بنت اسمها سارة من الناس الأغنياء في المدرسة، وبتكون عايشة في منطقة فيلل، وبيعدي مجموعة شباب من الفقراء وبيجروا فبيخبطوا فيها، وبتكون هي دايما شايفة انهم اقل منها. وبتشوف واحدة اسمها روي وبتكون دي رئيسة الفصل بتاعتهم لكنها ما بتتكلمش مع حد ابدا. وبنشوف جيمين وباباها ومامتها بيوصلوها للمدرسة، وكل دول اصحاب في فصل واحد. وللأسف بيتكتب اسم اون في قائمة الناس اللي اتأخرت على المدرسة بسبب شنطة تشانج عشان ما كانتش عارفة تجري بيها لانها تقيلة. وبتكون اون متضايقة جدا من تشانج ومن اللي بيعمله رغم انها معجبة
بيه. وبنشوف بعد كده ولد اسمه هيوك، وده اللي كان في مجموعة الأصحاب اللي كانوا بيضربوا جين ابن أستاذ العلوم ليه، لكنه بعد عنهم ومبقاش يكلمهم. وبيشوف صحابه هم واخدين ولد وبنت، وبيكون عارف انهم رايحين يضربوهم او يعملوا فيهم حاجة زي ما بيعملوا في اي حد ويتنمروا عليه. وفعلا بيروح وراهم وبيلاقي واحد منهم بيحقق مع ولد اسمه مارك، وبيقول له انت ازاي تقول اننا السبب في اختفاء جين. وبيكون معاه صاحبته اللي اسمها ايون، وبيجي واحد اسمه غوي وبيقلعها هدومها عشان يصورها من غير لبس عشان يفضل يهددها لو اتكلمت تاني. وفي نفس الوقت بيجي هيوك وبيقول لهم يسيبوهم ويبعدوا عنهم ويبطلوا اللي بيعملوه ده، وبيقول للولد والبنت يمشوا. وبيكون هيمشي لكن غوي بيهدد البنت وبيقول لها ان شكلها كان حلو في الفيديو، وبالذات لما مامتها تشوفه. فبتخاف ايون وبترفض انها تمشي مع هيوك بسبب الابتزاز اللي بيعمله مجموعة الصحاب دول. وبيمشي هيوك عشان يروح للفصل لما بيفقد الامل، وبيتجمع الفصل كله وهم مبسوطين مع بعض. وبيبان على اون انها معجبة بهيوك وبتفضل تبصله كتير. وبتدخل سارة وبتتضايق لما بتلاقي جاك قاعد على الكرسي بتاعها وبتعامله كأنه حشرة، وبيتخانقوا مع بعض. بس بتدخل المدرسة بارك وبتهديهم، وقبل ما تبدأ شرح كل مرة بتجمع التليفونات بتاعت الطلبة كلها معاها في الشنطة، وبتسألهم بعد كده عن هيون. وبيرد ديفيد وبيقول لها ان اخر مرة شافوها امبارح وهي نايمة في غرفة العلوم. وبتخلص المدرسة بارك الحصة وبتروح تتكلم مع المدرس ليه وبتسأله عن هيون، وبيقول لها انه ما شافهاش خالص. وبيخلص كلام معاها وبيدخل معمل العلوم، وبنلاقي هيون في حالة غريبة، والمدرس ليه بيكون بيسجل فيديو بيشرح فيه اللي حصل من اول ما الفار عض هيون لحد ما وصلت للحالة دي، وانه كان بيديها مخدر عشان تهدى، وبتبقى بتنزف من مناخيرها وبيكون حالتها غريبة جدا. وبيقول ان الفيروس اتمكن منها وهو بيحاول يبطل مفعوله. وبيروح بعدها للطلاب عشان يديهم الحصة، وبيكتب غوي على ظهر ايون كلام وحش وبيكون بيهنها. فبتفضل تعيط لانها حاسة ان في حد دايما مقيدها وهي خايفة منه. وبنرجع لهيون وهي في أوضة العلوم، وبتكون حالتها صعبة جدا وبتفضل تتحرك لحد ما بتوقع الحبل المربوطة بيه. وبنشوف المدرسة بارك وهي بتشرح، وبيكون في بنت تعبانة وبتطلب تروح الحمام اسمها ساري. وبعد شوية بتدخل هيون وبيكون حالتها صعبة جدا، وبيتصدم الفصل كله لما بيشوفوها بالمنظر ده. وبتروح لها بسرعة المدرسة بارك وبتتكلم هيون وبتقول ان مدرس العلوم حبسها وكان عايز يموتها، والكلام ده كله حصل قدام الفصل كله. فبياخدها هيوك وبيشيلها وبيروح بيها للدكتورة اللي في المدرسة عشان تلحقها. وفي الطريق بتكون هيون عايزة تعض هيوك لكنها ما بتعرفش، ولما بتروح أوضة الدكتورة بتعمل تصرفات غريبة وكأنها بتتحول. وبنلاقي كل الطلاب بتتكلم في الموضوع واللي حصل مع هيون، وإنه مدرس العلوم غريب جدا من وقت اختفاء ابنه. ولما بتيجي ساك صاحبة أون من عند هيون بتحكي اللي حصل تحت، وبتقول إن حالة البنت غريبة جدا وصعبة، وإنهم اتصلوا بالإسعاف عشان تيجي تلحقها. وبتقول إنها شامة ريحة في هيون نفس ريحة المدرس ليه، وهي ريحة جثة متعفنة. وبيجي الإسعاف وبيجي والد أون وبيتكلم معاها عشان يعرف إيه اللي حصل لصاحبتها. وبتكون أون اتجرحت في إيديها من هيون، فبيلف لها والدها الجرح بتاعها وبيمشي. وبتطلع أون ومعاها هيوك وبتتكلم معاه على سلم المدرسة، وبرضه بتسأله عن رأيه في شعرها، وبتديله شارة عليها اسمها، ودي عندهم معناها إنها معجبة بيه وعايزة يخرجوا مع بعض. فبيقول لها هيوك مش انتي وتشانج مرتبطين؟ فبترد عليه وتقول له إن مفيش بينها وبينه أي حاجة، هم مجرد صحاب قريبين وبس. بس بيكون تشانج بيحب أون جدا وهي ما تعرفش. وقبل ما يكمل كلام بيجي تشانج لأنه كان قلقان على أون، وأول ما بيجي بتمشي أون وبتسيبهم، وبيطمن تشانج عليها من هيوك. وبعديها بيسأل هيوك تشانج إذا كان هو وأون مرتبطين ولا لأ، فبيقول له تشانج إنهم بيحبوا بعض. وبيستغرب تشانج هو ليه بيسأل، فبيرد عليه هيوك وبيقول له بيسأل عادي وما بيكونش حابب يضايقه، ويقول له اللي حصل من أون وإن أون بتحبه. وبيدخل بعد كده أستاذ ليه المعمل مش بيلاقي هيون فبيتصدم، وبتكون المدرسة بارك دخلت وراه ومعاها مدرس تاني. ولما بيعرف إنهم ودوها المستشفى بيكون عاوز يروح بسرعة وراها، لكنهم بيمسكوه وبيودوه أوضة المدير، وبيكونوا طلبوا الشرطة. وللأسف ما بيكونش لحق يعمل حاجة، وبيجي الضابط شاري. وبنشوف الدكتورة بعد كده وهي بتتألم وما بتكونش عارفة من إيه، وبتفتكر كده بتلاقي إن هيون عضتها وهي مش واخدة بالها، وبتكون جرحتها جامد. وبعد كده بتلاقي في أعراض غريبة بتظهر عليها، وكمان مناخيرها بتنزف وبيغمى عليها. وبنشوف هيوك وهو ماشي ورا رئيسة الفصل روي، وهي دايما بتكون حاطة السماعات في ودنها. وبيكون هيوك تقريبا معجب بيها وبيحاول يفتح معاها أي كلام، لكنها دايما بتقفل الكلام. وبيقول لها عايز يسألها على كام حاجة بخصوص إنك رئيسة الفصل، وما بيكونش محتاج حاجة، هو بس عاوز يتكلم معاها. فبتقول له من إمتى وفي حد بيعتبرني رئيسة الفصل أصلا؟
الفصل، وبتكون متضايقة جدا من تصرفات الطلاب معاها. وبعد شوية بيقول لها هيوك انها اول مرة تتكلم وتقول جملة كبيرة على بعض، وبيكون مبسوط وهي كمان بتتبسط، بس على طول بتمشي وتسيبه. وبنشوف مجموعة الصحاب المتنمرين وهم ماشيين وبيلاقوا الدكتورة واقفة وقلع الجزمة، وبيكونوا لسه هيصوروها، فبتجري عليهم وبتعمل تصرفات غريبة وبتخبط في الحيطة وبتقوم عادي تاني، وبتبدأ تاكل وتعض في الطلاب، وكل اللي بيتعض بيكون زيها وبيتحول لزومبي، وكله بدأ يعض في بعضه، والمدرسة بتكون في حالة ذعر. وفي نفس الوقت بتكون ايون واقفة على سور المدرسة وعاوزة تخلص على نفسها، بس بيجي لها مارك وبيحاول يهديها وبيكون متأثر قوي، فبتقول له دي حاجة هتكون غريبة قوي لو اتنين فاشلين بيحبوا بعض، وان كده الفشل هيكبر اكتر، وبترفضه وبتقول له يبعد عنها. وبتكون خلاص رايحة تخلص على نفسها، بتلاقي حاجة غريبة بتحصل، وهي ان الطلاب بترمي نفسها من شباك الفصل، وبيكونوا المتحولين هم اللي بيعملوا كده، والغريب اكتر انهم ما بيموتوش. ولو رجعنا لورا شوية بنشوف ان جين لما وقع من الدور الرابع ما حصلوش حاجة وكان لسه عايش في المستشفى، وطبعا لحد دلوقتي ما بنكونش عارفين ايه اللي حصل، بس اللي متأكدين منه ان السبب في كل ده هو مدرس العلوم ليه. وبعد كده بنشوف اون وهي مع ساك في المطعم، وبتفضل ساك تزن عليها وتقول لها اطلبي المساعدة من تشانج انه يروح لهيوك ويعرف مشاعره ناحيتك اذا كان بيحبك ولا لا. وفعلا بعد محاولات كتيرة بتروح اون تسأل تشانج، وبتقول له انها قالت لهيوك انها معجبة بيه، وطبعا بيتصدم تشانج من اللي بيسمعه، وبيقول لها انه مش هيعرف يساعدها، فبتتضايق وبتسيبه وبتمشي. ومرة واحدة المطعم بيتقلب حالة فوضى والكل بيجري جواه، والطلاب بتقع على بعض، وكل ده بسبب الزومبي والاشخاص اللي اتحولت. وبتكون اون واقفة مصدومة في مكانها ومش بتتحرك، وبيكون في واحد هيهجم عليها ويعضها بس بيلحقها تشانج. وبتفضل حالة الذعر في المدرسة، ومدير المدرسة والمدرسين بيكونوا في اجتماع عشان المشكلة اللي حصلت مع استاذ لي، وان البوليس جه المدرسة، فبتعرفوا الاستاذة بارك انها واخدة التليفونات من الطلاب ومحدش فيهم هيكلم اهله. وبيكون المدير بيعمل كل ده عشان خايف على سمعة المدرسة. وبتقرر بارك المدرسة انها تطلع تفعل حالة الطوارئ عشان الطلاب تروح عشان محدش يحس باللي حصل للاستاذ لي، لكنها بتتصدم من اللي بتشوفه من التحول الغريب للطلاب. وكمان كان في طالب هيجي ويعضها بس بتقدر تجري منه. وبنرجع تاني لتشانج واون، وان الوضع بيكون معاهم صعب قوي ومش عارفين يتحركوا بسبب ان معظم الطلاب بتهاجمهم وكتير منهم اتحول لزومبي. وبيكون الموضوع صعب في انهم يطلعوا من صالة المطعم، فبيحاولوا يشوفوا اي مخرج ليهم، وبيلاقوا مخرج وبيقدروا يطلعوا فعلا، بس المطاردة لسه موجودة وكل مكان في المدرسة بقى فيه زومبي، وكل شوية بيجروا عشان محدش يعضه، لحد ما بتيجي عربية بيكون الشخص اللي فيها يتحول زومبي وبتخبط في حيطة قدامهم، فبيقدروا من خلالها يطلعوا للمبنى اللي فيه الفصول بتاعتهم. وبيحاولوا كتير يبعدوا عن الزومبي لكنهم ما بيعرفوش من كتر الخوف. واون بتجيب طفاية الحريق وبترش منها على الزومبي عشان محدش منهم يقدر يشوفهم ويقدروا يدخلوا اي مكان، لحد ما بيروحوا الفصل بتاعهم وبيلاقوا اصحابهم جوه، بس بيكونوا خايفين يفتحوا لهم ومفكرينهم متحولين، لكنهم بيعرفوا انهم لسه بشر زيهم وبيدخلوهم فعلا. وبيكونوا كلهم خايفين ومش مصدقين اللي بيحصل. وبعد شوية بيدخل لهم هيوك ومعاه رئيسة الفصل بعد برضه مطاردة كبيرة مع الزومبي، وبيكونوا مش مصدقين ولا مستوعبين اللي بيحصل بره. وبنروح بعد كده للضابط جورج وهو بيحقق مع المدرس ليه، وبيكون ليه عمال يقول له الناس كلها هتموت وانه لازم يروح للمستشفى لهيون وانهم هيكونوا السبب في دمار البلد. وطبعا الضابط بيستهزأ بكلامه وبيقول له انه بيكره شخصية الناس اللي زيه كده، وان اللي زيه بيعملوا الغلط ويلبسوه للعالم والناس زي اللي حصل مع ابنه، وان المدرس دايما كان بيقول ان العالم ابتلع ابني. وطبعا استهزاء كبير قوي من الضابط على كلامه. وبيكون ليه قاعد بكل هدوء وبيتكلم ليه وبيقول له انه كان عاوز يحول الخوف اللي عند ابنه لقوة، وعشان كده هو حقنه بحاجة وهنعرف قدام ايه هي الحاجة اللي عملت فيه كده. وبيقول له انه بعد كده الولد عض والدته واتحولت زيه، فبيقول له الضابط معنى كده انك انت اللي قتلت ابنك. وبتكون الدنيا مش واضحة خالص ومش مفهومة من ناحية المدرس ليه وايه اللي حصل مع ابنه، وده كله هنعرفه قدام شوية. وبعد شوية بنشوف سارة المتكبرة وهي بتكلم روي وبتقول لها تتصرف بما انها رئيسة الفصل، وبتكون عايزة تضحي بأي حد عشان هي تعيش، وبتتكلم معاهم بأسلوب وحش جدا وكله تكبر. وبتتخانق مع مارك تاني وتفضل تقول له كلام مهين، بس بيحاولوا انهم يهدوا الدنيا، وبيكونوا بيحاولوا يلاقوا اي تليفون عشان يتصلوا بالطوارئ او الشرطة. وطبعا مش معاهم ولا تليفون بسبب ان التليفونات بتتلم منهم وقت الحصص. وبعد شوية بيدخل عليهم المدرس كانغ وهو بيجري وبيقول لهم يحطوا حاجات ورا الابواب عشان الزومبي ما يقدروش يدخلوا عليهم. وبتكتشف ساك وبتقول
بتقول لأون ان المدرس كان معدود من ايديه، وبيفضل ينكر وبيتعصب على ساك جدا وبيشتمها، وبيلاقي مناخيره بتنزف فعلا، وللاسف بيتحول وبيعض واحده من صحباتهم وبيبدا يهاجم فيهم، وبيحاول الطلاب انهم يخرجوه من الاوضه بسرعه قبل ما حد فيهم يتعض، بس للاسف بيلاقوا بره اضعاف الزومبي وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، فبيحاولوا يعملوا حيطه سد من الباب الخشب ويزقوا في كل الزومبي الموجوده عشان يقدروا يهربوا ويقعدوا في مكان امن، وبيفضلوا يطاردوا في الزومبي لحد ما بيوصلوا مختبر العلوم، وبتحاول اون انها تكسر الباب وبتنجح انها تفتحه، بس للاسف بيقع منها التليفون اللي كان الامل الوحيد ليهم، وبيدخلوا كلهم ما عدا هيوك، وبتتخانق ساره تاني مع مارك وبتفضل تشتمه وبتقوله ان هو السبب في ان المدرس كان يدخل الفصل عليهم عشان كان سايب الباب مفتوح، ومن كتر ما هي متكبره وبتشتم مارك على طول كان المره دي هيضربها، بس اصحابه وقفوه، وبيكتشفوا في نفس الوقت ان هيوك مش معاهم في مختبر العلوم، وبتكون اون قلقانه عليه جدا، وبنروح بعد كده لغوي وبنشوفه وبنشوف تصرفاته حتى في الازمه اللي المدرسه فيها، وانه بيتصرف بانانيه وما بيكونش عنده قلب، وبيرمي واحده من الطلاب للزومبي عشان بس طلعت صوت، وبتتكلم المدرسه بارك في ميكروفون المدرسه في اوضه الاذاعه، وبتقول لو في اي طلاب او مدرسين لسه عايشين يا ريت يستخبوا لحد ما تيجي الشرطه او فريق الانقاذ وينقذوهم كلهم، وبنعرف وقتها ان الزومبي بيتشد للاصوات عشان بيكونوا كلهم متجمعين حوالين السماعات اللي في المدرسه كلها، ولما بيسمع الطلاب الكلام ده بيبتدوا يعيطوا، وبالذات لما بتقول لهم المدرسه انها مش هتقدر تساعدهم، وبنشوف ساك وهي بتتكلم مع تشانج وبتقول له ان اون قلقانه على هيوك عشان هي اعترفت له بانها معجبه بيه، وبيبان الحزن على تشانج جدا، فبتروح ساك بعدها تتكلم مع اون وتقول لها ان هيوك شاطر ورياضي وهيعرف يهزم الزومبي، فبتحس اون ان حراره ساك منخفضه جدا وجسمها ساقع، وبعد شويه بتلاقي مناخيرها بتنزف، ودي علامه من علامات انها اتعضت من الزومبي، بس هي ما حستش وقت ما كانوا بيدفعوا الزومبي عشان يدخلوا اوضه العلوم، وبتكون ساك زي ما احنا عارفين هي اقرب صديقه لاون، وفعلا بتتحول وبتكون اون حزينه جدا ومش عايزه حد يضربها ولا يجي جنبها، وفي نفس الوقت بيكون تشانج بيحاول يبعدها عنهم عشان ما تعضش حد تاني، وبيخبطها وبتقع من الشباك، بس اون بتطلع وتمسكها وهي منهاره من العياط ومش عايزه تسيبها تقع، وبتبدا تفتكر كل اللي كان بينهم وهي حزينه جدا عليها، وبيفضل تشانج يضرب في ساك عشان تقع وتسيب ايد اون، وفعلا بتقع وبتكون اون حزينه جدا وبتفضل تعيط والكل بيكون حزين عليها، وبيفكر تشانج بسرعه انه يلاقي حل يطلعهم من الاوضه دي، وبيقول مفيش حل غير خرطوم الحرايق، وبيحاول يسحب الخرطوم من غير ما حد يحس من الزومبي، وفعلا بينجح يجيبه وبيعملوا عقد عشان ينزلوا بيه من على الشباك، وبعد ما بيكون تشانج هينزل اول واحد بيقول لمارك ينزل هو الاول عشان بيشوف اون حزينه جدا على صاحبه عمرها ساك، وبيكون خايف يسيبها وينزل لوحده، وبينجح مارك انه ينزل فعلا، وبيقابل بارك المدرسه، وبيعرف تشانج باقي الطلاب ان المدرسه بارك تحت، فبيطمنوا شويه، وبينزلهم كلهم واحد ورا التاني، وما بيفضلش غير تشانج واون في الاوضه، وبيكون الزومبي قرب يدخل عليهم، وبيفضل تشانج يقنع في اون انها تنزل لحد ما بتقتنع فعلا وبتنزل، وبتكون روي قبل ما تنزل سابت رساله لهيوك وبتقول له انهم في اوضه الاذاعه، وبيجي الدور على تشانج عشان ينزل ويمسك في الحبل، وبيلاقي الزومبي للاسف هجم عليه فبيقع من الشباك، وبنروح للظابط وهو بيحقق مع ليه وبيقول له كل اللي حصل ده بسبب فيروس انت عملته، وبيكون عمل الفيروس ده واخترعه عشان ابنه، وبنرجع للبنت اللي اسمها ساري وبنعرف ان تعبها ده بسبب انها كانت حامل وبتولد نفسها، لان ما كانش حد يعرف اصلا انها حامل، وبتقرر انها تسيب الطفل في حمام الجنينه وتمشي، وبنرجع تاني للظابط اللي قاعد مع ليه، وبيدخل عليه ظابط تاني بيقول له ان في حاله طوارئ ومحتاجينه بسرعه، ولما بيطلع بيفضل ليه يقول مفيش امل وان خلاص الاوان فات والكل هيموت، وبنرجع لتشانج وبنعرف انه موقعش وانه فضل ماسك في الحبل اللي عملوه هو واصحابه، وبيجي له هيوك لانه برضه نط من الشباك وقت ما الزومبي هجم عليه، وبيشوف تشانج فبيفرح وبيحاول يساعده عشان بتكون في واحده من الزومبي ماسكه في رجليه ومش عارف ينزل بسببها، فبينط هيوك عشان يزق الزومبي اللي ماسكه في تشانج، وبينجح فعلا وبيقدروا ينزلوا من اوضه الاذاعه لباقي اصحابهم، وكالعاده ساره بتكون انانيه جدا ومش واثقه في حد فيهم وعايزه تطردهم بره، وكالعاده برضه اللي بيتخانق معاها هو مارك، وللاسف المره دي بتقول لمارك انه عالة على بيته وملوش اي لازمه، فهنا الكل بيتصدم من اللي هي بتقوله، وبنعرف ان مارك حالته الماديه ضعيفه جدا، واللي تقصده ساره انه فقير ومش من مستواها، وبتفضل تتصرف بكل انانيه، وبنرجع تاني لساري وهي ماشيه في الشارع وبتلاقي عربيه بوليس بتتصرف بغرابه وبتكون هتموتها، ولما بينزل منها البوليس بيكونوا متحولين وبيعضوا في اللي حواليهم، فبتقرر
ترجع بسرعة تاخد ابنها اللي سابته. وبنرجع تاني لمجموعة الطلاب اللي في المدرسة، وبيكونوا بيحاولوا يتواصلوا مع اي حد من خلال الكمبيوتر، وبيلاقوا الشباك بيتكسر من الحبل بتاع المطافي اللي نزلوا بيه، وفعلا بيكون في زومبي عايزين يدخلوا عليهم وبيحاولوا انهم يزقوهم. وبياخد هيوك خطوة كبيرة في انه يموت الزومبي، بس للاسف بنكتشف ان الزومبي مش بيموتوا غير بالحرق، وبيقدروا انهم يوقعوا الزومبي. وبيفضل مارك يخبطها بجهاز كبير فبتقع، وسط الزحمة دي بيتخبط مارك في مناخيره من هيوك. فاول ما بيخلص بتقول له سارة ان الزومبي عضته عشان مناخيره بتنزف، فبيحاول يقول لها انه ما تعضش وان اللي حصل ده بسبب انه اتخبط في مناخيره. وطبعا بسبب انانية سارة بتمسك في اي حاجة عشان تمشي مارك وتطرده من وسطهم، وبتقول انه اتعض في ايده. فبيقول لها تشانج انه خربوش مش عضة، لكنها ما بتكونش مقتنعة، وبيقول لها كل اصحابهم انه فعلا خربوش وان هي ظلمته. وبيطلب منها داي انها تخلص الموضوع وتعتذر له، لكنها بترفض، وبتقول لهم ان الزومبي لمسته وما بتكونش اصلا مقتنعة بكلامهم. وبيحاول باقي الطلاب يقنعوها انه مش باللمس، لان لو باللمس كان زمانهم كلهم دلوقتي يتحولوا لزومبي. وبيجي هيوكو بيقول لها ان بفضل مارك اصلا كان زماننا كلنا ميتين لو ما كانش وقع الزومبي، لكنها بترد عليه وبتقول له بس دلوقتي هنموت بسببه لانه هيتحول. وبتفضل الخناقه دايره ما بينهم لحد ما بتقول لهم المدرسه بارك انها تدخل مارك في اوضه التسجيل لمده 10 دقايق وتشوف اذا كان هيتحول ولا لا، وبعد ال10 دقايق لو ما حصلوش حاجه هيطلعوه. فمارك هنا بيقول لهم انا مش هقعد 10 دقايق، ده انا هقعد ساعه كمان، لكنهم بيرفضوا وهو بيرفض يقعد اقل من كده. وبتقول لهم بارك انهم لازم يثقوا في بعض اكتر من كده، وكل ده بسبب سارة. وبيطلب تشانج انه يدخل يقعد مع مارك، لكنه بيرفض وبيدخل الاوضه لوحده. وبنلاقي سارة بتفكر في حاجه بس ما بنعرفش هي ايه. وبعد شويه بنشوف والده تشانج وهي بتحط يافطه المطعم اللي باسم ابنها، وبتحط صورته في كل مكان في المطعم، وبتكون فرحانه جدا ومبسوطه انها اخيرا فتحت المطعم. وللاسف بتعرف اللي حصل في المدرسه عند ابنها من الاخبار، ولما بتحاول تتصل بالمدرسه ما بيكونش في حد عايش عشان يرد عليها من الموظفين، وما بترنش عليه لانها عارفه ان المدرسين بيلموا التليفونات بتاعه الطلاب وقت الدراسه. وبتقرر انها تروح تطمن عليه بنفسها. وبعد شويه بنشوف سام وهو مع مجموعه اشخاص، ومنهم وزيره كانت طالبه الطوارئ، وبيجي له اتصال من مدير الطوارئ بيقول له ان اللي بيحصل ده بسبب فيروس وبينتشر مجرد ما حد من المصابين بيعض شخص سليم. وفعلا بيكون في واحد من فريق الانقاذ اتعض من زومبي وبيتحول قدامه، وبيحاول سام يسيطر على الشخص اللي اتحول ده. وبتكون البلد كلها في حاله استعداد، بس للاسف مش هيعرفوا يقضوا على الفيروس. وبتقوم قوه كبيره من الجيش بتحاول انها توقف مجموعه كبيره من الزومبي. وبنلاقي والده تشانج راحت عند الجيش وما بيرضوش يخلوها تعدي الناحيه التانيه لانها مليانه زومبي، فبتقرر تمشي من طريق تاني وما بتكونش عارفه الخطر اللي هي رايحه ليه. وكل اللي هممها انها توصل لابنها عشان تنقذه. وهي ماشيه بتخبط في ساري وبتقع على الارض ورجليها بتتصاب، وبتقرر تجري بسرعه لان في مجموعه زومبي جايه عليها. وبنشوف بعد كده المدرسه بارك وهي داخله تتكلم مع مارك عشان بيكون عدى نص ساعه وهو سليم ومفيهوش اي حاجه، ولكنه بيرفض يخرج وبيكون متضايق من رد فعل ساره معاه وكلامها الوحش ليه. وبتروح المدرسه تقول لساره انت لسه قد وعدك ان لما يعدي نص ساعه هتروحي وتعتذري له. وفعلا بتدخل ساره، بس الغريب عليها انها تعتذر. ومش بس كده، دي فضلت تقول له انها هتمسح له الخربوش بتاعه، وفي الاخر بتقول له انها مش هتعتذر لواحد زيه عاله. وكررت الكلمه اكتر من مره وبيتضايق مارك تاني. وللاسف لما بتكون في اوضه التسجيل هي ومارك محدش بيقدر يسمعهم بره، ولما بتخرج الكل بيسقف لها على اساس انها اعتذرت له، لكن الموضوع بيقلب بخناقه عشان كانت بتهزق مارك، وهي ما زالت مقتنعه انها هي بس اللي صح بسبب انانيتها. وفي الاخر بتقول لهم انها كانت صح، وبيبصوا كلهم على مارك بيلاقوا مناخيره بتنزف زي الزومبي. وبنفتكر كلام المدرس ليه وهو بيقول ان في خلايا قويه بتاعه الفيروس بتهاجم الخلايا الضعيفه وبتقدر تسيطر على الجسم كله. وبنشوف ماركو وهو بيحاول ينكر انه ما تحولش لزومبي، وبيكون الكل خايف منه وبيقولوا له ما يقربش منهم. وبيكون مارك خايف جدا وبيحاول يقاوم، وبيقول لهم انه بيحبهم ومش عاوز يموتهم، فالاحسن ليه انه يخرج. وبيكون حزين جدا، وبيكون اصحابه كلهم بيعيطوا وفي حزن شديد في المكان بسبب اللي حصل لصاحبهم. وبيفضل مارك يقول لهم انه خايف منهم، وبيكون شايفهم بيتحركوا بطريقه غريبه، بس دي بتكون اعراض الفيروس. وفجاه بيتحول لزومبي وبيبدا يهجم عليهم، وبيصفر تشانج بطريقه معينه بحيث يشد مارك للصوت ويقع. وفعلا بينجح تشانج انه يخرج مارك من الاوضه، وبيكون حزين جدا لانه اعز اصدقائه. ولما بيقع مارك مش بيموت لاننا عارفين ان الزومبي مش بيموت حتى لو وقع من مرتفع عالي. وبنشوف ساري وهي بتحاول تخبي ابنها لانها اتعضت، وبتكون خايفه ان هي اللي تقتله بنفسها
لما تتحول وبتحطه في مطعم تشونج وبتربط نفسها في الباب عشان ما تقومش وتعضه لما تتحول لزومبي، وبيكون كل الزومبي واقفين على الباب لانهم بييجوا على صوت عياط الطفل. وبنرجع تاني للطلاب اللي في المدرسة وهم زعلانين على مارك، وبتقول لهم سارة انها كان عندها حق، ولو ما كانتش موجودة كان زمانهم كلهم ميتين عشان هي اللي عرفت انه اتحول. فبتتكلم روي وبتقول لها انت اللي عملتي كده، وانها شافتها وهي بتعمل كده، وبيكون الكل مستغرب هي عملت ايه ولا روي شافت ايه اصلا. وبتقول لهم سارة مسحت العصاية اللي موتوا بيها الزومبي بمنديلها وراحت حطتها على جرح مارك، وانها السبب في تحول مارك، ومن الاخر هي السبب في موته. وبتضرب روي سارة بالقلم عشان بتفضل تكلمها باسلوب وحش وبتنكر كل الكلام ده، وبيكون روي عندها حق في كل اللي قالته، وان من الاساس مارك اصلا ما كانش مصاب. وبتفضل انها تنكر الكلام ده لحد ما روي بتقول لها طلعي المنديل اللي حطيتيه على ايد مارك، وفعلا بتطلعه، وبتقول لها سارة ان الدم اللي فيه ده مكان جرح مارك، وطبعا ده كذب. فبتقول لها روي تمام طالما ده جرح مارك زي ما بتقولي حطيه على رجلك ومسحي جرحك انت كمان. وبتكون هتعمل كده بس عشان تخلص على نفسها، لكن بتيجي المدرسة بارك وبترفض انها تعمل كده، وبتقول سارة عملت كده عشان كانت دايما شايفة مارك احسن منها وعنده اصحاب. وبيتعصب تشانج عليها عشان كان مارك اعز اصدقائه وهي السبب في موته. ومرة واحدة بتقرر انها تفتح الباب وتطلع بره ومحدش بيمسكها، وبتطلع تعيط، وبتقول لهم المدرسة يخلوا بالهم من نفسهم ويكونوا دايما مع بعض ويمسكوا في بعض مهما حصل. ومرة واحدة بتسيبهم وبتطلع ورا سارة عشان ما تسيبهاش لوحدها، وبيبقى الكل حزين عشان المدرسة بارك خرجت وممكن تموت. وفعلا بتكون سارة هتتعض بس بتجري المدرسة بارك عليها وبتلحقها وبتشدها. وبتشوف بعد كده والدة تشانج وبتحاول توصل للمدرسة عشان تطمن على ابنها، وفعلا بعد معاناة كبيرة بتوصل وبتجري من الزومبي. واول ما بتوصل بتفرح عشان بتشوف مارك، بس للأسف ما بتكونش عارفة انه اتحول، وبيهجم عليها وبيجي مجموعة كبيرة من الزومبي وبتعض فيها وبتتحول والدة تشانج. وبيكون تشانج شايف كل ده وواقف حزين في الشباك، وبتحاول اون تهديه وهو كمان بيحاول يهديها ويقول لها انه واثق ان والدها سام هيجي وينقذها. وبعد شوية بتحتاج الطلاب انها تدخل الحمام، بس للأسف مش هينفع يخرجوا، وبيكونوا قاعدين على امل ان في حد يجي وينقذهم. وبتقرر اون انها تعمل حمام في غرفة التسجيل زي ما والدها علمها، وبيكون والدها في نفس الوقت بيعمل حمام مع مجموعة اشخاص انقذهم، وبيكون فيهم وزيرة، وبيعمل كده على ما الطيارة تيجي ليهم تاني يوم وتنقذهم. وبينجحوا فعلا انهم يعملوا الحمام. وبنشوف الضابط بعد كده وهو داخل على لي وبيقول له ان اللي بيحصل بره صعب جدا، وان هو اللي اخترع الفيروس ده وهو لازم اللي يلاقي علاج ليه. فبيقول له لي اللي بيحصل بره اكيد ان الاقوياء بتضرب في الضعفاء، وبيبدأ يحكي اللي كان بيحصل مع ابنه وانه اتعرض لتنمر كتير قوي من مجموعة في المدرسة، وحاول يخلص على نفسه اكتر من مرة بسبب التنمر ده. وبياخد المدرس ليه موقف انه يروح للمدرسة عشان مجموعة الطلاب دي تتعاقب، ولما بيروح بيقعدوا مع الطلاب المتنمرين قعدة عادية، وبيكون قاعد فيها غوي وايون، وبيلاقي ليه ان ما حصلش اي حاجة ولا اي حد اتعاقب على تنمرهم على ابنه. ولما بيكلم المسؤولين بيقولوا له مش لازم ندخلهم السجن، وبعدين هم اعتذروا وقالوا مش هيعملوا كده تاني. والموضوع كان بيتاخد بمنتهى الاهمال ومفيش موقف بيتاخد مع الطلاب دي. وبعد الكلام الحلو ده كله برضه فضلوا يتنمروا عليه ويخلوه يدخل في الغسالة ويصوروه ويخلوا المدرسة كلها تتكلم عليه وتقول عليه انه جبان. ولما بيروح البيت بيكون بيعيط، فبيتعصب عليه والده ليه وبيقول له يدافع عن نفسه بدل العياط ده. فبيقول له جين انه عاوز يموت عشان مش هيقدر يعمل لهم حاجة تاني. فبيقرر ليه انه هيغير ابنه ويخليه وحش يقدر يدافع عن نفسه ويجيب حقه. فبيقول له الضابط انك مش بس دمرت ابنك، ده انت دمرت البلد كلها وكل الناس دلوقتي بتموت في بعضها. فبيقول له ليه انه مبسوط عشان كلهم كانوا شركاء في الجريمة دي. فبيتعصب الضابط وبيقول له ان اللي بيحصل بره ده هو السبب فيه ولازم يلاقي علاج، وبياخده وبيقول له انهم لازم يسيبوا المكان دلوقتي بسرعة، وفي نفس الوقت لازم يلاقي حل ويشوف علاج يخلصهم من اللي بيحصل. وللأسف قبل ما يخرجوا بيكون الاسم اتصاب فيه ناس كتير، وبيكون الضابط بيحاول يضرب في الناس دي، وليه واقف بيضحك ويعيط في نفس الوقت، بيعيط انه فقد اسرته ومراته وابنه، وبيضحك على الفوضى اللي هو شايفها. وللأسف كان رايح يدافع عن الضابط فبيتعض ليه، وبيقول للضابط ان الحل والعلاج موجود في تليفون في أوضة العلوم في مدرسة هيوسان، وبيحاول يخلي الزومبي كلهم يقربوا عليه عشان يخلي الضابط يهرب منهم. وبيقدر الضابط فعلا انه يهرب، وبيكون معاه واحد من الشرطة كان لسه عايش وبياخده معاه عشان يساعده يوصل للتليفون اللي في المدرسة. وبنشوف واحدة اسمها فانج بتكون اخت جاكل موجود فوق مع الطلاب، وبتكون معاها بنت اسمها روري، وولدين كانوا في المدرسة برضو وقدروا يستخبوا في الحمامات، وبيكونوا عايزين
يطلعوا ويهربوا، بس فانج بتقول لهم انها مش هتمشي غير لما تطلع تطمن على اخوها جاك. وبنشوف ايون وهي بتتكلم مع سيبال وبتعرف منه ان غوي نزل الفيديو على صفحة المدرسة وهينزل تلقائي لوحده الساعة 9 لو ما جابش الفلوس. فسيبال بيعرف ايون وبيقول لها انه كان هيدفع له الفلوس، بس لولا اللي حصل في المدرسة ده فبتقرر وهي بتعيط ومتضايقة انها تنزل المكان اللي فيه تليفونات المدرسة عشان تكسرهم وتبوظهم، عشان طبعا محدش يشوف الفيديو اللي صوره لها غوي وهي عريان. وبتوصف سيبال بانه ضعيف وجبان عشان ما بيرضاش ينزل معاها. وفي نفس الوقت مجموعة الطلاب بيكونوا عايزين يطلعوا نفس المكان عشان يجيبوا التليفون ويقدروا يتواصلوا مع اي حد يجي ينقذهم، لانهم لو فضلوا قاعدين في المكان من غير اكل ولا ميه هيموتوا. وبيقرر تشانج انه ينزل اوضة المدرسين اللي فيها التليفونات، وبيكون معاه هيوك. وبيكون الموضوع صعب عليهم جدا وخطر لانهم بيمشوا على سور رفيع. وبنشوف ايون لما بتنزل بيهجم عليها الزومبي وبيعضوها، ولكنها بتفضل بص على اوضة المدرسين اللي فيها التليفونات. وبيقدر تشانج وهيوك انهم يدخلوا نفس الاوضة وبيكونوا مستغربين من اللي بتعمله ايون، وبتكسر التليفونات وبتكسر صوابعها وهي مش حاسة، وبيقع منها تليفون. وبيقرر تشانج يروح يجيبه وهي مش واخدة بالها، لكنها بتشوفه وبتكون عايزة تقتله وبيهجم عليهم كل الزومبي، لكن هيوك بيخبطها وبيزقها على الارض. وللاسف تشانج ما بيعرفش يرجع للشباك تاني، فبيطلع في طرقة المدرسة وهيوك بيرجع للشباك من تاني. وبنكتشف ان ايون لسه عايشة وما ماتتش لكنها اتحولت، بس الغريب انها باينة انها طبيعية ومفيش حاجة، وهنفهم قدام هي ازاي بيحصل معاها كده. وبعد كده بنروح لسام والد اون وبيحاول يعمل خطة عشان يبعد عن الزومبي ويقدروا يطلعوا على السطح عشان الطيارة لما تيجي، ولكن الموضوع بيكون صعب جدا عليه. وللاسف لما بيطلع مساعد الوزيرة معاها بيلاقوا ان باب السطح مقفول، بس بيقدر المساعد التاني انه يفتح الباب. وبيكون سام تعب جدا ومش قادر يطلع على السلم، وصاحبه بيكون فاكره اتحول بسبب مشيته لكنه كان مرهق جدا مش اكتر. وبيقدروا يطلعوا كلهم للسطح وبتكون الطيارة قربت توصل لهم. وبنرجع لتشانج وهو عمال يجري من الزومبي، واخيرا بيدخل اوضة المدير وبيلاقي غوي بيربط المدير وعايز يموته. ولما بيدخل تشانج بيقول له غوي يجي يربط معاه المدير، لكن تشانج بيرفض وبيقول له لو عملت كده هكمل تصويرك وهطلب لك الشرطة. فبيقول له غوي انه الزعيم هنا، وبيعرفه تشانج انه فاشل ونكرة وما بيعرفش يسيطر غير على الناس الضعيفة ويتنمر عليهم. ولما بيسيبوا المدير بيطلع يجري، فبيروح غوي عليه بسرعة وبيموته. وطبعا تشانج بيتصدم وبيروح غوي عشان ياخد التليفون من تشانج ويقتله، بس بيقدر تشانج انه يجري منه، ولكن غوي بطبعه مؤذي فبيحدف السكينة على ظهر تشانج. وبنروح نشوف سام والد اون والطيارة بتجيلهم وبيسمع الاخبار، وبيعرف ان كل البلاد اللي جنب مدرسة هيوسان رافضة تدخل اي حد من المدرسة عندهم عشان ما ينقلهمش المرض. وبيكون الوضع صعب جدا والفيروس بينتشر كل دقيقة اكتر واكتر. وبيتجمع رؤساء البلد عشان يفكروا مع بعض في حل، ووصلوا الحل انهم يحافظوا على الناس اللي ما اتصابتش ويركزوا على منع انتشار الفيروس من المصابين. وبنرجع لمطاردة غوي مع تشانج، وبنعرف ان السكينة خبطت في تشانج ووقعت على طول، وبيفضل يجري منه. وبيروحوا المكتبة وبيفضل تشانج يجري من الزومبي ومن غوي، وبيكون جوه غوي روح الشر والانتقام وعايز كل الناس مذلولة ليه زي ما كان بيعمل مع الطلاب الضعيفة ويتنمر عليهم. فبيحاول تشانج يدافع عن نفسه وبيضرب غوي بالموبايل في عينه، فعلى طول بيتعمي وبيقع وسط الزومبي وبيعضوه كلهم. وبيفضل يقول لتشانج انه هيموته حتى وهو بيموت. وبيرجع تاني لمطاردة الزومبي، وبعد جري كتير منهم بيقدر يدخل في فتحة المواسير. واول ما بيطلع بتيجي اخت جاك هي والمجموعة اللي معاها، ولما بيطلع تشانج على المواسير بيحاول يتصل بالطوارئ، بس الحكومة بتنزل قرار انها هتقفل البلد عليهم وهتعطل الاتصال بالطوارئ وهتوقف النت. فلما تشانج بيحاول يتصل ما بيلاقيش فيه شبكة مجمعة، وكل ده بعد ما تعب اصلا في انه يجيب التليفون. وبيبدأ يفتكر كل حاجة بيحبها، والدته وصاحبه مارك وأون. وبعد كده بيكسر الباب وبيخرج، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لأوضة الموسيقى وبيقفل على نفسه. وعلى الناحية التانية بتنزل أون ومعاها ديفيد عشان يجيبوا الطيارة اللي اخترعها ديفيد عشان يقدروا يطلبوا النجدة والمساعدة بيها. وبيكون ديفيد مفكر انها مش هتشتغل عشان كان لسه فيها شغل كتير، لكنها بتشتغل وبيفرحوا كلهم بيها. وبيبدأوا يشوفوا كل حاجة من خلال الطيارة دي، وبيكونوا عايزين برضو يعرفوا مكان تشانج فين من خلالها. وبيعرف جاك ان اخته موجودة هنا عشان بيلاقي سهم في واحد من الزومبي، وبيقدروا بعدها يعرفوا مكان تشانج وبيطمنوا عليه. وبيكونوا عايزين يعرفوا ايه الاخبار بره المدرسة. ولما بيخرجوا بتبدأ واحدة فيهم تعيط لانها بتشوف عربية والدها ووالدتها، وبيقرب ديفيد بالطيارة عليهم وبتتأكد انهم والدها ووالدتها، وبتنهار من العياط وبتخلص بعد كده بطارية الطيارة وبتقع. وبنشوف سام لما وصل للحاجة
الحجر الصحي وبياخدوهم لأوضة الحجر لحد ما يتم فحصهم، بس بتكون المعاملة هناك صعبة وشديدة جدا. وبنروح بعد كده بنشوف غوي وبنلاقيه ما تحولش زي باقي الزومبي، وبنعرف من ليه ان الفيروس اللي هو اخترعه متطور، وعلى حسب الجهاز المناعي بتاع كل شخص هيحول الشخص لزومبي او لا. زي غوي وأون كده اتعضوا وتحولوا لزومبي بس شكلهم لسه زي الاشخاص العادية. وفي مفاجأة هنعرفها قدام عن النوع ده من المتحولين. وبيفضل غوي يقول انه هيموت تشانج لما بيشوف عينه كده واللي حصل فيها. وبنشوف تسجيل بعد كده للي وبيقول انه سمى الفيروس ده باسم هانز جوناس، وانها مسؤوليته انه يلاقي علاج الفيروس. وبنلاقي بعد كده تشانج وهو في اوضه الموسيقى، وبتكون ساره مستخبيه في مخزن الاكل وقافله على نفسها وخايفه تطلع له عشان اللي عملته طبعا في صاحبه مارك. وبنشوف بعد كده جيمين وهي عايزه تموت نفسها عشان ما بيكونش فاضل لها حد من اسرتها خالص، وبتفضل تعيط وبيلحقها اصحابها وبينزلوا لها. وبتحاول اون تهديها، وفي وسط ما هم بيتكلموا بتدوس على المايك غصب عنها. فبتيجي روي وبتقول لهم على خطه حلوه، وهي انهم يشغلوا موسيقى يشدوا بيها الزومبي من سماعات معينه عشان يقدروا يتحركوا. وزي ما عرفنا من بدري ان الزومبي بيتشد لاي صوت، وبيحاولوا يتكلموا مع شانج ويقولوا له يفضل مكانه لحد ما يجوا هم، وبيبداوا يشغلوا الموسيقى بس بيكونوا خايفين تكون الاسطوانه بايظه. وفي نفس الوقت بيسمعهم غوي وبيعرف انهم في اوضه الاذاعه، وبيكون عايز يروح لهم عشان يخلص عليهم ولسه جواه روح الشر والقتل. ومعنى كده ان لازم مجموعه الصحاب يتحركوا بسرعه قبل ما يطلع لهم غوي. وفعلا كل الزومبي بيتحرك ناحيه السماعات ما عدا واحد بيفضل واقف قدام الباب عندهم وما بيكونوش عارفين يتحركوا منه، بس بيقدروا انهم يطلعوا بالراحه من وراه ويتسحبوا عشان ما يجيلهمش. وبتقع من ديفيد ازازه الميه بتاعته، وللاسف بيجري وراهم الزومبي. وبيوصل غوي وبيعرف ان خطتهم انهم يطلعوا على السطح. وبنرجع لهيوك واللي بيكون في واحد من الزومبي خلاص هيعضه، بس بيجي غوي وبينقذه وبيطلب منه يعرف مكان تشانج عشان يقتله. فبيرفض هيوك، فبيحاول غوي انه يضربه ويخلص عليه، وبتشتد بينهم المطارده. فبتيجي روي وبتحاول تنقذ هيوك، فبيعضها غوي وبيقوم هيوك وبيزق غوي وبيقع من الدور الرابع. وبيروحوا بسرعه لاوضه الموسيقى وبيتجمعوا كلهم تاني مع بعض. وبعد شويه بتلاحظ ماريا ان روي على ايديها اثار عضه وكلهم بيخافوا وبيبعدوا عنها. وبنروح للحجر الصحي بعد كده عشان نشوف سام عمل ايه، وبيكون عايز يطلع من الحجر عشان ينقذ بنته لكنهم بيرفضوا، لكنه ما بيسكتش. ولما قوات الامن بتدخله الاكل بيعتذر لهم وبيضربهم وبياخد لبسهم لانهم بيقولوا ان محدش هيخرج من الحجر قبل شهر، وسام استحاله يسيب بنته كل ده لوحدها. وبيكون اللي هو عمله ده مش سهل ابدا. وبيطلع سام هو والمساعد بتاعه من اوضه الحجر الصحي، وبيفضل يدور على مكان امن يخرج منه. وبنرجع تاني لمجموعه الصحاب، وبيكون تشانج عايز يضرب روي، فبيقول له هيوك ان اللي عضها غوي وهو مش زومبي. فبيقول له تشانج ان شاف بعينه الزومبي وهم بيعضوا غوي، وان اكيد غوي برضه متحول. وبيكونوا مستغربين ازاي غوي متحول وفي نفس الوقت شكله طبيعي، ولكننا طبعا عرفنا وفهمنا الاعراض اللي عند غوي، وان الفيروس بيتطور وعادي يكون في ناس اتحولت بس شكلها وتفكيرها زي البني ادمين العاديين. وبتقول لهم روي انها هتطلع طالما تشانج متاكد ان غوي زومبي، وطبعا غوي عضها فهي اكيد هتبقى زومبي. فبياخدها هيوك من ايديها وبيقول لهم لو اتحولت هيرميها هو من الشباك على طول. وبعد شويه بتبدا روي يحصل لها حاجه غريبه، وهي انها بتشوف هيوك وبتقول له ان هي جعانه وان ريحته حلوه للاكل. والموضوع بيكون غريب جدا، وبتكون هتعض هيوك لكن بيجي تشانج وبيضرب هيوك على ظهره بدل ما يضرب روي، وبيكون تشانج قاصد يضرب روي. والمفاجاه بقى ان غوي لسه عايش وما ماتش. وبتقوم خناقه بينهم عشان تشونج عايز يطلع روي من الاوضه، بس بتقف له اون وبتقول له لو هي اتحولت كانت نزلت دم من مناخيرها زي ما بيحصل مع كل المتحولين. فبيهدى لما بيسمع الكلام ده. وبعد ما كلهم بيهدوا بتقوم روي وبتقول لهم انها كانت عايزه تعض هيوك، فبيقلقوا اكتر وبتقول لهم ان المفروض هي ما تكونش معاهم دلوقتي وتطلع من الاوضه. فبتقوم اون بسرعه وبتقول لهم ان محدش فيكم بيكذب وانها فعلا مصدقاهم. وبتقول لهم ان فعلا غوي اتعض ولكنه شكله طبيعي، وبتفكرهم بافلام الزومبي ان في ناس ما بتتحولش عشان مناعتها كويسه وعادي يتعضوا وما يتحولوش. وبتهدي الموقف ما بينهم. وبتقول لهم اون برضو ان ايد ساك كانت ساقعه جدا، اما روي فايديها دافيه وعاديه خالص، وان كل دي مؤشرات كويسه. فبيقرر هيوك ان يربط روي في ايده عشان هم بيكونوا عايزينها تطلع بره الاوضه، وبيقول لهم انه ربطها عشان لو اتحولت يبقى هو اول واحد هي تعض. وبنشوف الضابط بعد كده وهو بيستعد عشان يخرج ويروح يجيب التليفون اللي في المدرسه، وبياخد الطفل الرضيع معاه. ولما بيطلع بيلاقي طفل صغير فبيقرر ياخده معاه برضه، بس بيدخلوا المطعم من تاني. وبنرجع لمجموعه الصحاب وبنشوفهم وهم بيتكلموا وانهم جعانين جدا، وبتكون ساره سامعاهم بس مش عايزه تطلع. ولما بتقرر انها تطلع بتسمع
بتسمع اسمها بيتقال وانها خاينة وسط اصحابهم فبتقرر ما تطلعش. وبنشوف سام وهو بيحاول ينط من فوق السور وبيقول للمساعد بتاعه يخلي باله من نفسه وما بيرضاش ياخده معاه، وللاسف بيتضرب عليه نار لانه بيتكشف. وفي نفس الوقت بيكون مجموعة الصحاب معاهم كاميرا بيصوروا فيها اللي عايزين يقولوه لاهلهم، وكل واحد بيسجل اللي هو عايزه عشان لو مات. وبيجي دور اون وبتفضل تقول لوالدها انها واثقة انه بيحاول علشانها، وفعلا هو بيكون بيحاول كتير وعمال يهرب من ضرب النار ويجري من القوات الخاصة لحد ما بينط في المية، وبرضه بيفضلوا يضربوا عليه النار وبيتصاب في رجله برصاصة ولكنه ما بيستسلمش وبيكمل عشان بنته. وبتكون اون في نفس الوقت منهارة وما بتعرفش والدها عايش ولا فين ولا هيجي ينقذها ولا لا. وبتروح اون تدي الكاميرا لهيوك وروي رئيسة الفصل عشان لو حابين يسيبوا رسالة لأهاليهم، لكن روي بتتكلم مع هيوك وبتقول له هو ليه بيعمل معاها كده، وانها فعلا كانت حاسة انها عايزة تعضه وريحته كانت شهية للأكل، وبتقول ان اللي وقفها عن انها تعضه هو صوته هو اللي صحاها، وانه نداها باسمها لأول مرة لانهم على طول كانوا كلهم بينادوها برئيسة الفصل. فبيقول لها انه ما كانش بيحب يناديها باسمها عشان ما تعرفش انه معجب بيها. وبتتصدم روي لما بتسمع كده، وبيكون هيوك خايف يقول لها عشان هو كان مع مجموعة المتنمرين اللي تبع غوي وكان بيجيب درجات قليلة وهي بنت شاطرة جدا ورئيسة الفصل، فأكيد ما كانتش هتوافق عليه. لحد ما بتروح روي مطلعة الكاميرا وبتسجل فيها وبتقول انها معجبة بهيوك، وبتقول له انها مبسوطة انها سمعت الكلام ده قبل ما تموت. وبيكون هيوك فرحان جدا بيها وباللي قالته، وبنعرف انها اتحولت زي غوي وروي، بس روي اقلهم في عضة الفيروس ده يعني ما بتعضش بني ادمين. وعلى الناحية التانية بتدخل ايون اوضة بتلاقي فيها المدرس اللي كان بيحل مشاكل التنمر في المدرسة، وبتقول له انها جعانة جدا. المهم بنلاقيها بتاكل السمك صاحي اللي بيكون في حوض الزينة، فبيقول لها المدرس انها مش كويسة وانها اتعرضت للعض، وهي ما بتنكرش كلامه. فبيروح عشان يضربها لكنها ما بيحصلهاش اي حاجة، وبتفضل ايون تفكره بكل كلمة وحشة قالها عليها لما كانت بتيجي تشتكيله ان في طلاب بتتنمر عليها، وانه كان دايما بيوصفها بالغبية الفاشلة. وبيكون ماسك سكينة وبيهددها وبيقول لها تطلع لبره، لكنها بتهجم عليه مرة واحدة وبتروح تعضه وبيفضل يصوت جامد. والغريب هنا ان روي بتسمع صوته وصوت ايون وهي بترجع، مع انها بعيدة عنها جدا وكل واحد فيهم في دور بعيد عن التاني. وبنعرف هنا ان روي بتسمع الاصوات اللي تبان مش مسموعة، وبنعرف ان الفيروس اللي في جسمها تحور وهو اللي بيخلي قدرة السمع عندها عالية قوي كده وما بتكونش مؤذية زي باقي الزومبي، واللي حصل لها ده بسبب الجهاز المناعي عندها، وانها بتقدر توقف نفسها لما بتحس انها عايزة تعض حد. وبنعرف ان غوي برضو عنده نفس الموضوع وانه بيقدر يسمع عن بعد، وبنشوفه هو بيسلم كبيرهم للزومبي لانه كان بيحس انه مذلول ليه دايما وبيرفض انه ينقذه من الزومبي. وبنرجع لأون وهي بتقول لهم على فكرة حلوة يقدروا يطلعوا بيها على السطح من غير ما الزومبي يعضهم، وهي انها هتعمل حيطة سد في نص الأوضة بالكراسي ومعدات الموسيقى عشان تشد كل الزومبي ويدخلوا من الباب الأمامي، وهيشدوهم بانهم هيشغلوا الموسيقى في الأوضة بصوت عالي ويقدروا هم يهربوا كلهم على السطح لما الزومبي يدخلوا للأوضة. وفعلا بيبدأوا يعملوا الفكرة دي وبيشتغلوا مع بعض. وعلى الناحية التانية بيكون سام والد اون بيحاول يجمع أسلحة وبيفضل يطارد كتير من الزومبي، وكل ده لأجل انه يلاقي بنته. والظابط بيكون بيستعد عشان يخرج بالطفلة اللي والدتها اتحولت، وبيفضل المساعد بتاعه يقول له انه خايف وعايز يسيب البنتين هنا، لكن الظابط بيرفض وبيقول له لو عايز هو يفضل هنا يخليه لكنه مش هيخرج من غيرهم. ولما بيطلع برضه بيفضلوا يطاردوا كتير من الزومبي، وكل ما كان بيلاقي حد من البشر محتاج مساعدة بيقدم مساعدة ليه على أكمل وجه. وبيجي وقت تنفيذ الخطة وبيكونوا ناسيين فكرة ان في حد لازم يفتح الباب ويجري، فبيقرر تشانج وهيوك انهم يروحوا مع بعض. وبيقول غوي لتشانج ان غوي عايز يقتلك فاكيد انت عملت له حاجة، فبيحكي له تشانج اللي حصل وان شافه وهو بيخلص على مدير المدرسة، وعشان قال له انه هيبلغ الشرطة كان عايز يخلص عليه. وبيعرفوا هيوك ان غوي مات ووقع من الدور الرابع لما كان بيتخانق معاه، وبرضه بيعرفوا انه معجب بروي رئيسة الفصل وان يخلي باله من اون ويعملها كويس. وبيخلصوا كلام وبيفتح هيوك الباب، وبيكون الوضع صعب جدا والزومبي بيجي من كل مكان، وبيكون مجموعة الصحاب مش قادرين يستحملوا انهم يسندوا السور، وبيكون لسه بدري على ما يخرجوا من الطرقة بتاعة المدرسة عشان يطلعوا للسطح. فبيقرروا انهم يزعقوا ويعملوا دوشة عشان يجيبوا كل الزومبي للأوضة. وبيكون جاك واقف يراقب الزومبي من ورا الستارة وبيكون خايف جدا لان لسه في زومبي كتير بره والسور واصحابه ما بقوش قادرين يستحملوا، بس بيفضل يشجعهم ويقول لهم فاضل حبة صغيرين. وبعد كده بنشوف الجيش اللي في الحجر الصحي وهو واخد واحد من المتحولين وبيكونوا عاوزين يعملوا عليه دراسات عشان يلاقوا علاج للفيروس. وبيبدأ فعلا رحلة البحث عن العلاج، وبتطلب الوزيرة بعد كده ان في طيارة تروح تنقذ
بتنقذ الطلاب اللي في المدرسة، وبتعرف ان في واحد من فريق الانقاذ رايح عشان ينقذ بنته، فياريت يبعتوا طيارة تاخدهم، بس ضابط الشرطة اللي بيدخل لها ما بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي، وبتكون الوزيرة متضايقة جدا من اللي بيحصل، وبيروح الضابط يبلغ قائد الجيش باللي قالته له الوزيرة، وبيقول له لو في اي طيارات ابعت واحدة للمدرسة، وللاسف بيعرفوا ان كل الطيارات في مأموريات، فبيقول قائد الجيش يجيب واحدة من اي مأمورية ويبعتها للمدرسة. وبنرجع للمدرسة من تاني، واخيرا بيقول لهم جاك ان الوضع امان بره، وبيفضلوا يجمعوا نفسهم واحد ورا التاني، بس ما ينفعش حد فيهم يسيب السور لحد ما يخرجوا كلهم، وبيطلعوا كلهم، واخر اتنين بيخرجوا هم داي وتشانج، وبيجروا كلهم على السلم عشان يطلعوا على السطح، وبتتوجه طيارة ناحية المدرسة، ولما بتوصل الطيارة بيكون سيبال بس اللي موجود على السطح وقافل على نفسه، وبيكون رايح عشان يفتح الباب، لكنه بيفتكر كلام ايون ليه وانهم منبوذين ومحدش بيحبهم، فبيقرر انه للاسف ما يفتح لهمش الباب، وبيكون الطلاب متعلقين قدام الباب، ولو ما دخلوش السطح الزومبي اللي في المدرسة كلهم هيهجموا عليهم ويموتوهم. وفعلا الزومبي بيوصلوا، وبيبدأ هيوك وتشانج يهاجموا فيهم ويضربوهم، وبيلاقوا الطلاب مفرش كبير وبيرموه على الزومبي عشان يمنعوهم انهم يطلعوا لهم، وبيحاولوا كلهم يطاردوا الزومبي، ومرة واحدة بيلاقوا غوي طالع لهم، وبيتصدم تشانج وهيوك جدا لانهم فاكرينه مات، وبتنزل ايون في المدرسة تحت، وبتبدأ تفتكر كل واحد وواحدة كان بيتنمروا عليها وبيضايقوها، وبتشوفهم وهم متحولين، وبتفتكر كلام المدرس وهو بيقول لها ان اكيد فيها حاجة غلط عشان كده طلاب المدرسة بيتنمروا عليها. ولما بتفتكر كل ده بيكون نفسها المدرسة كلها تتحرق، وبتقرر فعلا انها تدخل وتحرق المدرسة، وللأسف بتطلع الطيارة وهي فيها سبال بس، لانه قال لهم مفيش حد عايش في المدرسة كلها غيره، مع اننا عارفين ان في صحابه كتير عايشين، لكنه ما بيكونش عايزهم يعيشوا بسبب انه اتعقد من التنمر اللي كانوا طلاب المدرسة بيعملوا فيه. وبيهجم غوي بعد كده على تشانج، بس بتقدر روي انها تدافع عنه وتضربه، وفي نفس الوقت باب السطح بيتفتح عشان مخرج الطوارئ فتح تلقائي لما ايون ولعت في المدرسة، وبيدخلوا الطلاب كلهم والطيارة فوقيهم، بس للأسف محدش بيشوفهم ولا بيسمعهم، وبيلاقوا بعد كده في تخبيط على باب السطح، وبيكون غوي وبيفضل يخبط لحد ما عظم ايديه كله بيتكسر وهو مش حاسس لانه زومبي، وبتعرفهم روي ان اللي كان بيخبط هو غوي وانه مشي خلاص، وهي عرفته من ريحته ومن صوت نفسه. وبيتكلم تشانج مع هيوك وبيقول له ازاي انت قلت انك خلصت على غوي وهو لسه عايش لغايه دلوقتي، فبيقول له كده شكله من النوع اللي مش بيموت، وان زيه كده برضه زي البنت اللي شافوها في مكتب المدرسين اللي اسمها ايون. وبيكمل تشانج وبيقول لهيوك ان روي برضه زيهم، وبيقول له انه خايف وقلقان منها، فهنا بيتضايق هيوك لانه بيحب روي، وبيقول له لو كانت اون مكانها كنت هتتصرف ازاي، وبيسيبه وبيمشي، وبيبداوا يكتبوا كلام على الارض يطلبوا فيه المساعده عشان لو حد شافهم من بعيد يعرف ان في مجموعه محتاجه مساعده هنا لسه عايشه. وبنشوف والد اون وهو بيحاول كتير جدا عشان يقدر يوصل لمدرسه بنته وينقذها، والظابط بيروح يحاول يساعد اي حد بيقابله، وبيكون مفكر ان المساعد بتاعه هرب، لكنه راح يجيب عربيه كبيره عشان يقدروا ينزلوا الشخص اللي كان فوق البيت لان رجله كانت مصابه، وبيتحركوا وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا بنت سايقه عجله وماشيه في نص الطريق، وللاسف بيخبطها مساعد الظابط، ولما بينزلوا بيلاقوها ايون، وبيلاقوا ضرب نار عليهم، وبيعرفوا ان في قوات خاصه من الجيش، وبيكونوا مفكرينهم زومبي لحد ما الظابط بيشرح لهم انه لسه عايش. وبنشوف ساره وهي بتفتكر اخر لحظات مع المدرسه بارك، وان للاسف المدرسه اتحولت لزومبي، وفضلت تقول لساره قبل ما تتحول انها تروح لاصحابها من تاني، بس بتحزن ساره جدا على المدرسه، وبتبدا تجمع اكل عشان تطلع بيه لاصحابها عشان بقالهم كتير ما اكلوش. وبيكون مجموعه الصحاب فوق قاعدين مع بعض وبيتكلموا، وكل واحد بيحكي عن نفسه شويه وبيقربوا من بعض اكتر. وبنشوف غوي وهو داخل عند ساره وبيفضل يتكلم معاها، وبعدين بيقول لها انه جعان وبيعضها، وبتكون خلاص كانت مستعده تطلع لاصحابها اللي على السطح، بس هو جه وبوظ كل حاجه. وبنطلع السطح بنلاقي تشانج بيتكلم وبيقول انه معجب باون، وبتفضل اون تقول له قدامهم كلهم انه بيهزر وانه اكيد ما يقصدش، وبتقوم وبتسيب القعده وبتقف لوحدها. وبعد كده بيقوم تشانج وراها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيكون غوي طالع على المواسير عشان يطلع لهم السطح، وبتطلب اون انها تكون لوحدها شويه، فبيسيبها تشانج وبيمشي. وبيطلع غوي وبيكون عايز يخلص على تشانج، فبيمسك اي حد قدامه وبيبدا يمسك في تشانج، وبيكون عايز ياخد عينه، وبيحاول اصحابه كلهم يدافعوا عنه، لكن غوي لو عظمه اتكسر بيرجع عادي تاني وبيكون اقوى ومحدش بيقدر عليه، لحد ما بتقوم روي وبتحاول تضربه لانها بتكون قويه زيه وبرضه ما بتقدرش عليه، وبيكون خلاص
هيوقع هيوك، بس بتيجي روي وبترميه هي من فوق السطح، وهنا كلهم بيعرفوا انه مش طبيعي لان مفيش حد بيموت كل ده ويفضل عايش. وبنشوف غوي برضه ما بيحصلوش حاجه بعد الوقعه غير ان عظمه بيتكسر لكنه لسه موجود. وبنشوف قائد الجيش وهو بيتكلم مع المحللين للفيروس، وبيعرف منهم ان الفيروس كل مره يتحلل فيها بيطلع مختلف عن المره اللي قبلها، ومعنى كده انه بيتطور لوحده لحد ما بيجي مساعد القائد وبيقول له انه لقى ضابط ومعاه معلومات عن الفيروس وكمان العلاج بتاعه في تليفون مدرس موجود في المدرسه، وبيأمر القائد انه يبعت قوه تشوف التليفون ده وتجيبه عشان يلاقوا علاج وحل للمشكله دي. وبنشوف سيبال وهو بياخد الاكل وهو في الحجر الصحي، وبيشوف ايون وبيروح لها بسرعه وبتفضل تتكلم معاه وتقول له انه جبان عشان سابها تنزل لوحدها، وبتقول له ان هي جعانه فبيديها الاكل اللي في ايديه، وهنا بتقول له ان هي عايزه تاكله، فبيستغرب جدا من اللي بتقوله ايون وبيقول لها انها بتتصرف بغرابه. وبنشوف مجموعه الصحاب وبتكون روي بتتكلم معاهم وبتقول لهم انها بتحبهم ومبسوطه بوجودهم مع بعض، وان لما المحنه اللي هم فيها دي تخلص وتنتهي عايزين يفضلوا يتجمعوا حوالين النار ويقعدوا مع بعض كده على طول. وبتقول لهم في الاخر انها سامعاهم جايين، وبتكون المره دي تقصد على الطياره، وفعلا الطيار بيشوفهم وبينزل لهم وبيكونوا كلهم فرحانين اخيرا انهم هيعيشوا. ولما بتنزل القوات بيكشفوا درجه الحراره عن كل اللي موجودين، وبتكون روي بس اللي درجه حرارتها عاليه، وبيقول لهم القوات انهم هيعملوا مهمه ويطلعوا ينقذوهم، وفعلا بينزلوا القوات ويخلصوا مهمتهم ويجيبوا التليفون. ولما بيخلصوا بيقول لهم القائد ينقذوا الطلاب ويجوا، وبعد ما بيقول لهم كده بيجي المساعد بتاعه وبيقول له ان في مشكله كبيره في الحجر الصحي، وهي ان ايون عضت سيبال، وبتكون مصيبه كبيره جدا وهي انها مصابه بس مش باين عليها اثار العدوى بتاعه الفيروس. وبيقرر القائد انه يبلغ الضابط اللي مع الطلاب في المدرسه انه ما ينقذش حد منهم عشان هم لقوا هنا بنت مصابه بس مش باين عليها اعراض الفيروس، وطبعا دي صدمه كبيره للضابط وللطلاب. وبيتعصب الطلاب كلهم لانهم كانوا لقوا الامل خلاص انهم يعيشوا وفي حد هينقذهم، وبيكون في احباط شديد جدا ليهم، والقوات مش عايزه تساعدهم، وده كله بسبب ايون عشان اللي عملته في الحجر الصحي مع سيبال. ولما بيوصل الحجر الصحي بيقول لهم القائد بعد الدراسات اللي عملوها على ايون انهم يعتبروا كل اللي في مدرسه هيوسان مصابين، لانهم بيعرفوا ان الفيروس ممكن يكون جوه شخص عادي ولكنه مش باين عليه. وبنشوف الطلاب بعد كده وهم بيحاولوا يشوفوا طريقه يتحركوا بيها من على السطح عشان طبعا فقدوا الامل ان في حد يجي ينقذهم، وبيقولوا انهم يستغلوا فرصه ان المطر والبرق موجود، فطبعا الزومبي هيتشدوا لصوت البرق والمطر ويقدروا هم انهم يهربوا. وبيقول لهم تشانج ان لو حصل اي حاجه والزومبي قرب عليهم هيعمل هو صوت شديد عشان يقربوا منه ويبعد الزومبي عن اصحابه. وفعلا بيبتدوا ينزلوا وبيكونوا خايفين جدا من الزومبي، وبيكون الموضوع صعب جدا عليهم انهم يخرجوا مع بعض كلهم، وبيقدروا انهم ينزلوا على السلم. وجه الوقت اللي هيطلعوا فيه بره المبنى وبيكون في زومبي ومحتاجين حد يشغله عشان يقدروا كلهم يعدوا، وفعلا بيعدوا من غير ما يشوفوهم. وبيتصدم تشانج عشان بيشوف والدته متحوله وبيكون عايز يروح لها بس بتهجم على اصحابه وبيفضلوا يضربوها، وبيكون تشانج مش واعي ان والدته اتحولت وبيكون متأثر جدا وحزين، وبيحاول اصحابه يهدوه لكنه ما بيقدرش وبيكون مش عايز يسيبها وبيفتكر كل حاجه كانت بتعملها علشانه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف روري وصاحبها وفانج اخت جاك وهم بيحاولوا يهربوا من المدرسه ومن الزومبي، وبنشوف ماريا وهي ماشيه مع اصحابها لكنها بتقع وجيمين ما بتلحقهاش، فبيجي جاك وبيلحقها وبيلاقي حد بيضرب الزومبي بالسهم وبتكون دي اخته، وللاسف جيمين بتقع في الميه والزومبي بيعضها. ومجموعه الاصدقاء بيدخلوا صاله الالعاب وبيكون كلها زومبي، وللاسف صاحب روري بيقرر يرمي نفسه ويضحي بنفسه عشان خاطر روري، وبتفضل تعيط عشان كانت بتحبه وعايزاه يعيش. وصاحب فانج ما بيعرفش يدخل معاهم فبيطلع يجري يشوف مكان امن يقعد فيه، ولما بيدخلوا الاوضه اللي في الملعب بيتاسف داي لتشانج وبيقول له انه ما كانش يعرف انها والدته. وبنشوف القائد وهو بيشوف الحل بتاع ليه وانهم ازاي يسيطروا على الفيروس، وهي انهم يحرقوا كل الخلايا، وده معناه انهم يبيدوا المكان اللي فيه الزومبي وبيكون عباره عن رماد. وبيفضل سام مكمل في انه يوصل لبنته وبيعمل علامات على النخل في انه يربطه بشريط ستان، وفي وسط ما هو بيعمل كده بيقع من على منحدر وبيقع منه الكشاف بتاعه. وبعد شويه بنشوف هيوك وهو بيفكر في فكره عشان يخرجوا من صاله الالعاب، وهي انهم يحطوا الصناديق اللي فيها الكور جنب بعض ويعملوا بيها حيطه سد ويكونوا جواها، وبيبداوا كلهم يستعدوا ويجهزوا نفسهم عشان يخرجوا ويواجهوا الزومبي ويقدروا يهربوا من المدرسه، وبينفذوا الخطه وبيقفلوا على نفسهم. بس بيكون الموضوع صعب انهم يتحركوا عشان العدد كبير جدا عليهم، وللاسف روري بتكون هتتعض من واحد بس ديفيد بينقذها وبيدافع عنها وبيتعض مكانها، وبيكونوا كده خسروا واحد من اصحابهم وبيبقوا زعلانين جدا عليه، وبيموت ديفيد قدامهم وبيتحول لزومبي، وبيكون صعب عليهم
انهم يضربوه زي باقي الزومبي لانه صاحبهم. وبنشوف القائد بعد كده وهو بيراقب ايون وان قوتها بتخليها تقطع الحزام اللي مربوطه بيه وبتطلب انها تاكل، فبيقرر القائد انه يبيد المدينه كلها ويفجرها. وبيوصل سام بعد كده حدود المدرسه وبيبدا يهاجم الزومبي. وعلى الناحيه التانيه بيكون مجموعه الصحاب مش عارفين يعملوا ايه، لان بعد ما وصلوا للباب بعد معافره كبيره بيلاقوا الباب مقفول. وبتفضل اون تحاول انها تفتحه لحد ما بتلاقي الباب بيتفتح لوحده ووالدها سام هو اللي فتحه لها. وما بيكونوش مصدقين نفسهم انهم اخيرا شافوا بعض، وبيطلعوا كلهم يجروا من المكان وللاسف بيتحوطوا بالزومبي. فبيقرر سام انه يلم الزومبي عليه عشان يقدر يهرب بنته، وللاسف بيقفل على نفسه الباب وبيفضل يزعق لبنته عشان تهرب. وبيموت سام بعد كل المطاردات اللي عملها عشان ينقذ بنته. وبتكون اون منهارة جدا على والدها واللي حصل فيه. واخيرا تشانج بيقول لها انه جنب بيكون شعرها فيه حلو، وبيفضل غوي يدور عليهم وبيكون عايز يخلص على تشانج. والشر اللي بيعمله وهو ميت اصعب بكتير من اللي كان بيعمله وهو عايش. وبنرجع لروي وبيبان عليها التعب قوي، وفي صوت جواها بيقول لها تاكل هيوك، لكنها بتفوق وبتعض نفسها عشان بتكون خايفة على هيوك لانها بتحبه. وبعد شوية بتقول لهم روي انها سامعة صوت بيقول للبلد كلها تستخبى لو في حد سليم، عشان هيوسان كلها هتتفجر وهتتمحي ومش هيكون ليها اي اثر عشان يقدروا يسيطروا على الزومبي اللي فيها. وبدأ الجيش فعلا يطلع الطيارات اللي فيها القنابل وكلها وقت بسيط والبلد كلها هتتمحي. وبيكونوا الصحاب خايفين جدا وبيلاقوا غوي جاي لهم، وخوفهم طبعا بيزيد اكتر وبيكون جاي عشان يموت تشانج. وللاسف بيعض تشانج وبيفضل يضرب فيه، وبيكون تشانج كده معرض لانه يتحول. وبيضرب تشانج غوي وبيوقعه من فوق السور. وبيكونوا كلهم زعلانين جدا على تشانج، وبيقرر انه يسيبهم، بس قبل ما بيمشي بيعترف لأون انه محبش قدها وبيحضنها وبيمشي. وبيفضل يجذب الزومبي عليه عشان يخلي اصحابه يهربوا، وفعلا بيلموهم كلهم لفوق. وللاسف لما بيقع غوي ما بيكونش فيه جديد وبرضه ما بيموتش، وبيقوم عشان يطلع يقتل تشانج. والخطه بتاعت تشانج هي انه يوقع كل الزومبي من فتحه الاسانسير وبكده يقدر يتخلص منهم. وبيطلع لهم غوي وبيقول له تشانج كفايه تظاهر بانك قوي، انت اضعف واحد، وعشان ضعفك ده انت خايف مني عشان ما اوريش الفيديو لحد وانت بتقتل المدير. وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبيقرر غوي انه ياخد عين تشانج زي ما بيقول ان هو كمان شال عينه. وبدات عمليات التفجير في الاماكن اللي جنب هيوسان، وبنشوف كل الاشخاص اللي كانت قريبه من مجموعه الصحاب اهاليهم واصحابهم وهم متحولين لوحوش. وبيقرر تشانج انه ياخد غوي معاه عشان يموت اخيرا. وبتفضل روي تتماسك من انها تعض حد، وروح الفيروس اللي جواها بتفضل تقاومها عشان ما تعضش حد. وبتقرر تمشي عكسهم وتعض نفسها. ولما بيلف هيوك مش بيلاقيها، فبيقرر يرجع يدور عليها. وهنا بيلاقيها بتاكل واحد من الزومبي. ولما بتقول لها اون يلا نرجع مع بعض بتهجم عليها وبتكون عايزه تعضها، بس بيجي هيوك وبيلحقها وهي بتكون منهاره وبتقاوم نفسها عشان ما تعضش اون. وبتطلع روي تجري وبيطلع وراها هيوك واون، وبيكونوا عارفين انها عملت كده غصب عنها بعد مقاومه كبيره. واخيرا بيوصل مجموعه الصحاب للضباط اللي هياخدوهم للحجر الصحي، وبيفتكروا كل واحد فقدوه من اصحابهم او عيلتهم وبيكونوا زعلانين قوي. وبنعرف برضو ان روي ما جاتش معاهم الحجر الصحي، وبيفضلوا قاعدين في الحجر الصحي اكتر من 5 شهور. وبنلاقي اون بتجهز نفسها عشان رايحه مكان محدش يعرفه، وما بتكونش حابه تعرف حد هي بتعمل ايه. وبتكون عامله شجره عليها اسماء اصحابها اللي فقدتهم، وكل فتره بتروح لهم وتجيب لهم الحاجات اللي كانوا بيحبوها. وبتبص اون على سطح المدرسه بتلاقي ولعه زي اللي كانوا عاملينها وقت ما كانوا قاعدين فوق السطح. ولما بتروح تحكي لهيوك بتقول له انها شافت نار مولعه في المدرسه ومعنى كده ان في حد هناك. وبتروح اون زي ما بتروح كل مره، والمره دي بتلاقي كل اصحابها موجودين، وبيكون هيوك هو اللي عرفهم وكل واحد عرف التاني، وبيقرروا يروحوا مع بعض. وفعلا كلهم بيشوفوا ان في نار مولعه في المدرسه، ويا ترى مين اللي مولع النار دي. ولما بيوصلوا بتقول لهم اون ان روي هي اللي ولعتها عشان اكيد احنا وحشناها. وفعلا بتجيلهم روي وبيكونوا فرحانين جدا وهي كمان فرحانه انها شافتهم. فبتقول لها اون تيجي معاهم، ولكن روي بترفض عشان مش تاذيهم، وبتقول لهم انها مش هتقدر تسيب المكان وانها لقت ناس كتيره زيها هنا وحالتهم زيها. وبتقول لهم روي انها في حاله غريبه، ولا هي زومبي ولا هي حتى انسان عادي، هي في النص وملهاش مسمى. فبتقرر تسيبهم وتمشي مره واحده عشان اصحابها التانيين محتاجينها. وبيكونوا الكل مصدوم بس فرحانين انها لسه عايشه. وبيخلص مسلسلنا على كده، وبيكونوا قدروا انهم يسيطروا على الفيروس اللي اتعمل اصلا كله عشان التنمر، وان الاشخاص الضعيفه مش هتقدر تدافع عن نفسها غير بعوامل خارجيه، وده طبعا غلط. طول ما في اشخاص سويه عمر ما هيكون في تنمر. وهنا بيخلص مسلسلنا، ويا ريت لو عجبك المسلسل ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.